ده بلال عطية وده لامين يامال. طب ايه وجه المقارنة ما بينهم؟ تعالى معايا انا هقول لك، وفي مفاجأة شايلها لك في اخر الفيديو. بلال عطية لاعب صغير عنده 16 سنة من ناشئي الاهلي وبيلعب وينج ليفت، والسنة اللي فاتت مكسر الدنيا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وهقول لك شوية من ارقامه السنة اللي فاتت. بلال مسجل مع النادي الاهلي الموسم اللي فات 24 هدف، والموسم دوت مساهم مع النادي الاهلي ب 27 هدف، جايب 13 جول وصانع 14 جول. بلال كمان مكسر الدنيا مع منتخب مصر من فئته السنيه، وفي بطوله شمال افريقيا اللي كسبناها من حوالي شهر، بلال اخد فيها هداف البطوله ب5 اهداف. وبعد تألقه في بطولة شمال أفريقيا اللي فاتت كان في كشافين وفي شركات تسويق كانت جاية بتتابع اللاعب، وخاصة من أسبانيا، ومش بس كده، ده من نادي إسبانيول الأسباني. والمفاجأة بقى إن مش نادي إسبانيول بس هو اللي بيتابع اللاعب، ده في مصدر من النادي الأهلي ذكر امبارح إن في بعض من الوكلاء عرضوا على النادي الأهلي قضاء فترة معايشة في اللمسية. ولو أنت مش عارف إيه اللمسية ديت أفضل أكاديمية على مستوى العالم في الناشئين. وهنا هرجع أقول لك إيه وجه المقارنة بين بلال عطية ولامين يامال. لامين يامال اللاعب الشاب اللي مكسر الدنيا وهو عنده 17 سنة هو أصلا خريج اللمسية، واللمسية ديت تبقى أكاديمية برشلونة للناشئين.